لو بتدور على لابتوب يكون فيه احسن شاشه لابتوب على الاطلاق نزلت لحد دلوقتي، وكمان يكون فيه كارت شاشه RTX مع كمان اعلى معالج بينزل في الجيل ال11، فاحب اقدم لك اللاب اللي بيجمع فيه كل الامكانيات دي بسعر مهول مفيش زيه فعلا، وهو HP ZBook Fury 15G8. الاسم بتاع اللاب كبير جدا، بس على عكس اللاب اللي بيجي بحجم ووزن صغيرين جدا زي ما احنا شايفين، اللاب فعلا يعني يعتبر خفيف لابعد الحدود. اللاب ده بيجي بشاشه 4K 2160 بي، بتيجي بتشبع الوان 100% من الاس ار جي بي، يعني من الاخر احسن الوان وتفاصيل ممكن تاخدها في شاشه لابتوب على الاطلاق. ده غير كمان ان الشاشه هنا، ودي حاجه غريبه بالنسبه للاب ورك ستيشن، بتيجي بتردد 120 هرتز، ودي اول مره يجي لاب ورك ستيشن في شاشه 4K وكمان التردد بتاعها 120 هرتز. ده غير كمان ان اللابتوب دوت بيجي لك بكارت شاشه انفيديا RTX A2000 4 جيجا GDDR6. الكارت هيشغل لك كل الالعاب وبرامج ال 3 دي اللي نزلت لحد دلوقتي. اي حاجه من الاخر عايز تشغلها للجرافيك او الالعاب هتشتغل على الجهاز ده كويس جدا. ده غير كمان انه جاي باعلى معالج على الاطلاق موجود في الجيل ال11، وهو الزيون 11955M. ده معالج بيجي ب 8 انويه 16 مسار، تردد تربو 5 جيجا هرتز. طبعا مش محتاج اكلمك عن الاداء بتاعه في المونتاج او في البرمجه. الجهاز ده لو انت واحد بروفيشنال في المونتاج، بتمنتج فيديوهات مثلا 4K وكولر اديتنج، او حتى بتشغل العاب عاليه وعايز تستمتع بالدقه بتاعتها، او تشغل برامج 3D تقيله، كل ده الجهاز هيشغله لك كويس جدا. لو حابب ان انت تشتري اللاب دوت، هتلاقيني سايب لك رابط المتجر بتاعنا اللي معروض عليه اللاب، هتلاقي الرابط موجود في البايو على تيك توك، وموجود في الكومنتات ووصف الفيديو لو انت بتتفرج على يوتيوب.